بيبدأ فيلمنا عن إن المرأة في المستقبل هيكون قدامها فرصة للحمل والولادة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وبيبتدي فيلمنا مع راشيل اللي بتكون عايشة في بيت منظم بالذكاء الاصطناعي في كل حاجة، اللي بيجهز لها القهوة كل يوم الصبح وبيقول لها أخبارها الصحية، وكمان بيختار لها الهدوم اللي بتروح بيها الشغل، وبيفكرها إن النهاردة يوم ضروري إنها تروح مركز الكبسولة. راشيل بتلبس هدومها وبتجهز الفطار لجوزها ألفي اللي بيحاول يأخرها عن الشغل، لكن هي بتودعه وبتنزل تروح شغلها. وبنشوف الذكاء الاصطناعي بيختار لقلبي هدومه اللي هينزل بيها، وبيقول له إن مؤشر السعادة عنده زاد النهاردة، والذكاء الاصطناعي بيجهز الفطار برضه لقلبي. وبنشوف راشيل وصلت لمكان شغلها، والنهاردة بيكون في عرض تقديمي، وبتبارك للموظفين الجدد على نجاحهم في الاختبارات، وبتقول لهم إن في ذكاء اصطناعي جديد هيشتغل مكانهم. وبعد الاجتماع المشرفة بتاعة راشيل بتطلب تتكلم معاها، واللي بتكون قلقانة جدا بخصوص إنها لو بتفكر في حمل قريب، وبتقول لها احنا بنفكر نرقيكي، لكن راشيل بتقول لها احنا بنفكر نجيب بيبي لكن مش دلوقتي خالص، وكانت بتقول كده لانها خايفة تخسر الترقية في الشغل. وبنشوف راشيل وهي في المكتب بتاعها، وبتوصل لها رسالة من شركة مركز الأمومة بيوضح لها إن دورها جه علشان تروح لهم وتسعى في موضوع إنها تخلف ده. وفي الوقت ده جوزها ألفي بيكلم الشباب الجديد عن أهمية الشجر والطبيعة، وده لأنه عالم طبيعة، وبيعلمهم إزاي يزرعوا تين بطريقة طبيعية، وبيقول لهم إنه جرب الطريقة دي وبيديلهم واحدة من التين علشان يجربوها، لكن الطلاب بيبصوا لها بقرف كده، وأخيرا واحد منهم حاول إنه يدوقها. وبنشوف راشيل وهي بتحكي لصاحبتها أليس عن رسالة المركز بتاع الأمومة اللي وصلت لها، وراشيل بتقول لها إنها لسه ما قالتش لجوزها ألفي إنها هتزور المركز، وعلشان كده لازم تاخد الذكاء الاصطناعي وتستشيره، واللي بتعترف له إن جوزها بعيد عنها قوي ومش بيهتم غير بعالم الطبيعة، وإنها ما قالتلوش علشان هو أكيد هيرفض الطريقة بتاعت مركز الأمومة، وهيفضل إن يكون عنده طفل بطريقة طبيعية عن طريق الحمل والولادة بشكل طبيعي كده يعني. وبتخرج هي وصاحبتها أليس علشان يتغدوا، لكن صاحبتها أليس لما عرفت انتقدتها وقالت لها إنه لازم يعرف إن الحمل الطبيعي هيضرك في شغلك، وبتوافق راشيل إنها تعترف لجوزها على كل حاجة. وبترجع بيتها وبتلاقي جوزها ألفي وبيحكي لها إنه قضى يومه مع الطلاب الجدد ومع النباتات، وبيكون محبط من الشباب اللي ما عندوش فكرة عن إزاي يتفاعل مع الطبيعة، وده لأن محدش علمهم والناس بتتعامل مع الطبيعة على إنها مجرد سلعة. راشيل لما لقت جوزها زعلان قررت ما تحكيش حاجة عن موضوع مركز الأمومة ده تاني. وتاني يوم رشيد راحت لمركز الأمومة، وبنشوفها بتتكلم عن انخفاض معدل المواليد للصفر الفترة دي، والمديرة ليندا بتقول إن المركز بتاعهم بفضل تطور التكنولوجيا هيقدر يأمن لكل الأزواج الخلفة والأطفال من غير تعب أو شهور من الحمل، ومن غير ده ما يأثر على شغل الست، وإن المركز عايزهم يعيشوا حياة كاملة ويحققوا أحلامهم من غير ما الأطفال يشتتوا انتباههم. وبعد كده بتاخدهم جولة وبتوريهم ازاي بيحطوا الجنين في بيضة تكون كأنها رحم أمه بالظبط، ويكبر جواها من غير أي أضرار. وبيسأل واحد من اللي موجودين وبيقول لها ازاي أعرف إن الطفل مزاجه كويس. قالت له المديرة إنك تقدر تشغل للجنين موسيقى من أبليكيشن البيضة، وتقدر تختار نوع الأكل اللي عايزين الجنين ياكله، ونقدر كمان نراقب النمو بتاعه. وواحدة من المزايا إن الأطفال في الكبسولة دي مش بيتعرضوا لأي فيروس أو سموم، والكبسولة بتعمل بشكل مستمر لمدة 48 ساعة متواصلة، وده بيسمح إنكم تقدروا تاخدوا البيضة اللي فيها الجنين معاكم وانتوا خارجين، والجنين جواها بيقدر يسمع أي حاجة حواليه. علشان كده بننصح الأم إنها تتكلم مع جنينها على قد ما تقدر في الفترة دي. بعد المناقشة المديرة ليندا بتقول لراشيل إنها ضروري تقدم وديعة علشان نقدر نوثق التعاقد معانا، لكن راشيل قررت تتكلم مع جوزها الأول. وبعد ما روحت البيت بتعترف لألفي إنها قررت تطير البيبي وبمساعدة مركز الأمومة، وطبعا ألفي بتعصب جدا وعلشان راشيل أخدت القرار ده من غير ما تقوله، وكمان أخدت الخطوة وراحت المركز من غيره. وقتها راشيل بتعتذر وبيسامحها ألفي وبيتصالحوا، وبتقترح راشيل إنهم يتكلموا مع صاحبتها أليس وجوزها ويسمعوا نصايحهم علشان هم جربوا قبلهم. وبنشوف راشيل وألفي في زيارة لأليس في بيتها، وبتتناقش أليس معاهم عن الموضوع بحماس، وإن فرصة كبيرة جدا إن الست تخلف طفل من غير ما تحس بألم أو أي تغيرات في جسمها. وجوز أليس بدأ يشرح إزاي بيشيل البيضة اللي فيها الجنين، لكن ألفي ما كانش طايقهم أبدا. وأليس بتقول لألفي إن أول مرة من سنين طويلة الست ما تكونش ضحية التكاثر والحمل والتطوير، رحمنا من كل الحوارات دي.
بنشوف ألفي وراشيل في بيتهم، وبيرفض ألفي حمل الكبسولة ده خالص، وإنه مش قادر يتخيل إن الجنين هيكون في كبسولة بلاستيك كده، وإنه مش مطمن للموضوع ده. وراشيل بتقول له إن البيضة هتكون زي رحم الأم، وإن الطفل مش هيحس بفرق ومش هيتضر أبدا. لكن ألفي رافض ومصر على موقفه، وهنا راشيل بتقترح عليه يعرض نفسه على المعالج النفسي في الذكاء الاصطناعي اللي دايما بتروح له في الأول. ألفي ما كانش موافق، لكن بعد شوية وافق وقرر يروح. ولما سمع نصيحة الذكاء الاصطناعي، هنا ألفي فهم إن هو وراشيل مش قادرين يفهموا بعض. وبعد ما رجع للبيت وبدأ يتكلم مع راشيل عن التطور التكنولوجي اللي قدر يوصل لتربية الأطفال في كبسولة بلاستيك، وأخيرا وافق ألفي على قرار راشيل لأنه عارف إن القرار ده مهم بالنسبة لها. وتاني يوم بيروحوا لمركز الأمومة وبيتفقوا مع المديرة مش حابة تحدد نوع الجنين، وبيرجعوا للبيت وبيكلموا أهل راشيل فيديو وبيحكوا لهم عن القرار بتاعهم وبيفرحوا جدا. وأبو راشيل بيقترح إن ألفي يبيع بيته في الريف لأنهم مش مستفادين منه، لكن ألفي بيرفض الفكرة. مرت الأيام وراشيل بتتابع وبتهتم بالجنين عن طريق الابليكيشن بتاع البيضة ده، وعلى الرغم من إنها مش سامعة أي صوت جاي من الكبسولة، لكن بتبدأ تختار الموسيقى للجنين علشان يسمعها. وبتروح مركز الأمومة وبتروح عند البيضة بتاعتها وبتحاول تشوف اللي جواها، لأن مش بيكون ظاهر أي حاجة. وبتقولها الممرضة إنه الجنين مش بيظهر في أول 7 أسابيع. وبعد شوية بيسمعوا صوت إشارة جاية من واحدة من الكبسولات اللي هناك إنه ميعاد الولادة جه، ورغم إن كل حاجة متبرمجة لأن الطفل ممكن يتولد في أي وقت ملوش وقت محدد. راشيل بدأت تحلم أحلام غريبة، وفي مرة حلمت إنها حامل طبيعي وخلفت بيضة مسلوقة مش جنين، وقررت تحكي للمعالج النفسي الاصطناعي علشان يفسر لها الحلم. لكن المحلل النفسي بيحاول يقنعها إن الأحلام مش دايما ليها علاقة بالواقع. وبعد 6 أسابيع بنشوف راشيل وألفي بيسمعوا نبضات قلب الجنين، وليندا وقتها بتسمح لهم إنهم ياخدوا البيضة معاهم للبيت، والأول مرة الكبسولة في البيت. وفي اليوم ده بيظهر وقتها الجنين جواها. وبعد كده بتبدأ راشيل تجهز الأوضة بتاعة البيبي، وألفي بيحضر شتلة لشجرة الزيتون، لكن راشيل بتقترح عليه يجيب بدلها صورة ثلاثية الأبعاد. وبيزعل ألفي وبياخد الشتلة وبيقول لها إنه قرر يزرعها في بيتهم الريفي. وبتقترح راشيل إنه يبيع البيت ده كمان، لكن ألفي رفض. وراشيل بتقول له ليه واحنا عندنا كل حاجة هنا ومش محتاجينه، لكن ألفي بيرفض إن الطفل يتربى بين البلاستيك. وفي اليوم التاني بتروح راشيل لحمام السباحة وبتقابل هناك ست حامل وبتطلب منها تسمع حركات الطفل، والست الحامل بتسمح لها وراشيل بتكون مبسوطة جدا. وفي الليل بنشوف راشيل جابت الكبسولة لأوضة النوم بتاعتها لأنها قررت هي إنهم يقضوا وقت أكبر مع الجنين، لكن ألفي ما كانش موافق وطلب منها ينقلوها أوضة تانية. وفجأة بيسمعوا صوت إنذار جاي من البيضة ومش بيكونوا فاهمين إيه اللي بيحصل، ولما بيروحوا يعرفوا إن ده صوت إنذار علشان الجنين جعان. وبنشوفهم وهم في جولة تبع مركز الأمومة علشان يتعلموا ويستعدوا لتربية الطفل. وبنشوف ليندا ومع الآباء وبتوري لهم أماكن اللعب بتاعة الأطفال، وبتقول لهم إن الحكومة مش بتمول التعليم، لكن المركز بيوفر للطفل البرمجة والمنطق. وبتروح أوضة تانية بيكون فيها أطفال بيمارسوا أنشطة إبداعية. واحد من الآباء بيسأل ليندا عن الأحلام اللي بيشوفوها الأطفال، وليندا بتحاول تطمنه وبتقول له إن الأحلام مستبعدة من برنامج نمو الجنين علشان ما فيهاش أي معلومة مفيدة. وفي يوم من الأيام بنشوف ألفي وهو في مكانه الخاص بالطبيعة، وفجأة بيسمع صوت إشارة من الكبسولة وبيفهم وقتها إن الطفل جعان. وبعد ما بياكل الجنين بيقرر يتواصل معاه. وفي نفس الوقت راشيل بتسمع تحذير من الذكاء الاصطناعي إن إنتاجيتها قليلة، وألفي بيحاول يشيل البيضة وبيروح بيها أي مكان وبيقرأ كتب للجنين وبيقول له ألغاز. وبنشوف ألفي وهو مع الطلاب بتوعه بيقترح عليهم يحضنوا الشجرة ويحاولوا يلاحظوا تأثيرها الإيجابي على عقل الإنسان. وبنشوف المشرف بتاعه بيهنيه بالعيد وبيقترح عليه يستبدل النباتات الطبيعية اللي في بيته بصورة ثلاثية الأبعاد، لأن زراعة الشجر الحقيقي غالية جدا. وهنا بيتضايق ألفي وبيتعصب جدا وبيرفض العرض. وفي يوم بالليل راشيل كانت مستغربة، قربت من ألفي من البيضة مع إنه كان رافض الفكرة في الأول، وإنه بقى عاطفي جدا لدرجة إنه كان بيسمع فيديو وثائقي وعيط على بطريق ساب القطيع وبقى وحيد. راشيل استغربت جدا وقلقت جدا واقترحت إنهم يرجعوا البيضة للمركز لحد ميعاد الولادة، لكن ألفي بيرفض وبيكون حابب إن البيضة تفضل موجودة معاهم في البيت. وراشيل كانت بتحاول تفهمه إنها مش حابة البيضة تعطله عن شغله، لكن ألفي بيقول لها إنه بياخدها أي مكان حتى الشغل يعني.
وبعد كده راشيل بتروح تحكي لصحابها عن انها قلقانه بسبب تغير جوزها في تعامله مع البيضه، لكن صحابها بيقولوا لها انها ما تقلقش وان المفروض تكون مبسوطه وان طبيعي ان الطفل مرتبط بباباه. لكن راشيل لسه بتحلم احلام غريبه وبتطمنها صاحبتها الحامل وبتقول لها ده طبيعي بالنسبه للامهات الحوامل. وفي يوم من الايام راشيل بتحلم بنفسها وفي بطنها جنين وبتكون مبسوطه، وبعد كده بتقرر تهتم اكتر بالكبسوله اكتر، وخصوصا بعد ما مامة ألفي بعتت لهم كتاب قديم بيتكلم عن فوائد قرب الآباء من بعضهم. وبدأت راشيل تقلق وبيروحوا هما الاتنين للمحلل النفسي الاصطناعي علشان يحققوا التوازن. وهنا راشيل بتعترف انها بتغير من ألفي لانه بيقضي وقت مع البيضة اكتر منها، وان هي الام هي اللي المفروض تقضي وقت اكتر مع الجنين. والمحلل النفسي بيقول لهم ان طبيعي تكونوا حاسين بتغيير لان علاقتكم ببعض الفترة الجاية هتتغير لما يتولد الجنين. وتاني يوم راشيل راحت شغلها بالبيضة، وبعد الاجتماع صاحبتها أليس طلبت منها ما تحضرش الاجتماع بالبيضة تاني، وأخدت البيضة وحطتها في مكان مخصص للبيض بتاع الأجنة. وبالليل راشيل بتاخد البيضة وبتروح بسرعة للمركز علشان تحضر ندوة بتتكلم عن الأمومة. وبعدها ليندا بتقترح إنهم يسيبوا الجنين في الحضانة، وبيزعلوا راشيل وألفي لما بيرجعوا البيت بيحسوا بفراغ وبتوحشهم الكبسولة بتاعتهم. وفي يوم من الأيام راشيل بتحلم وهي ماشية على الشط وشايفه بيبي، وبتصحى من الحلم تعيط وبتروح تجيب شجره ألف الصغيره وبتحطها في اوضه البيبي. وألف بيتفاجئ لكن بيكون مبسوط منها. وهي في الشغل مديرتها في الشغل مش بتكون راضيه عن ادائها ومستواها بدا يقل، وراشيل بتاكد لها ان مفيش اي مشاكل في حياتها خالص. وبعد كده بنشوف ليندا بتقول لراشيل وألفي ان ميعاد الولاده هيكون الاربع اللي جاي، وبتطلب منهم يختاروا يوم الولاده المبكره، وده لان المركز مش هيقدر يتحمل تكلفه الولادات لان الكبسوله كتيره جدا، وبتديهم كبسولات عباره عن هرمون الاوكسيتوسين وده هرمون الحب، وده لازم ياخدوه علشان يستعدوا للطفل. وبعد شويه راشيل وألفي بيطلبوا من مديره المركز انهم ياخدوا الكبسوله معاهم البيت قبل الولاده، وعلى الرغم ان ده ضد قوانين المركز لكن ليندا بتسمح لهم انهم ياخدوها. وليندا بتقول لهم ان كل يوم بنقدم ندوة لتنمية الشخصية للطفل، وبتقترح انهم ياخدوا اقراص خاصة بنوم الطفل وده بيساعد الاباء والامهات. وبالليل راشيل بتحلم انها تشتري من محل وبيكون في عرض الطفلين بتمن طفل واحد، ولما بتصحى بتصحي ألفي وبتطلب منه ياخدها لبيتهم الريفي علشان الطفل يتولد وسط الطبيعة. وبيروح ألفي لمركز الأمومة وبيقول ليندا إنهم قرروا الولادة تكون في البيت مش المركز، لكن ليندا بترفض وبتحاول تقول له إن الكبسولة غالية جدا علشان كده لازم يرجعوا الكبسولة في أقرب وقت. لكن ألفي مش بيهتم بكلام ليندا وبياخد راشيل وبيروحوا لبيتهم الريفي، وراشيل بتكون مبسوطة قوي من الطبيعة وبدأت تفهم جوزها، وبيتمشوا سوا في الغابة وبيزرعوا مع بعض شجرة الزيتون وبيقعدوا مع بعض جنب البحر وبتكون معاهم الكبسولة. وفجأة بالليل اتطفت الكبسولة وبدأت راشيل وألفي يقلقوا ويتوتروا، وبتقترح راشيل تكلم المركز علشان تفهم ايه اللي بيحصل. لكن ألفي بيشوف الابليكيشن وبيكتشف ان لسه قدامهم 48 ساعة وانهم مش محتاجين مدة اكتر من كده لان ميعاد الولادة هيكون جه. وبالفعل تاني يوم بالليل سمعوا صوت انذار من الكبسولة وبتطلب رمز علشان يقدر الجنين ينزل، لكن مش بيكونوا عارفين الرمز وقتها. ألفي بيقرر يفتح الكبسولة بمطرقة ونجح انه يفتح الكبسولة ويطلع الطفل وكانت صحته كويسة. راشيل وألفي كانوا مبسوطين قوي بالطفل. وتاني يوم الصبح بنشوف راشيل بتحط الكبسولة في كرتونة وبتروح لمكتب البريد وتبعتها للمركز وبترجع للبيت وقررت تعيش وسط الطبيعة مع جوزها وابنها. ودي كانت نهاية فيلمنا يا عزيزي المشاهد، واشوفكم في ملخص جديد. سلام. لو عجبكم الفيلم ما تنساش تعمل لايك وتشترك في قناتنا علشان يوصلك كل جديد. نصيحة: تطور التكنولوجيا شيء مهم، لكن مهما تطورت مش هيكون زي رحم الأم الطبيعي اللي ربنا خلقه، وأكيد هيكون له آثار سلبية على الجنين.